الفيديو ده مهم لكل واحد بيفكر يتعلم صيانة الموبايل وان هو ياخد تدريب في صيانة الموبايل. وانا شايف دلوقتي بسم الله ما شاء الله كل واحد بقى بيعرف يغير اي سي باور بيقول لك انا طالع اعمل تدريبة وتدريبة احترافية وكذا وكذا وكذا. انا مش طالع اهاجم حد، اللي عايز يعمل تدريب يعمله براحته، ما حدش بيقول له حاجة. وانا ما يعني الكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده كلام انا حشره محشور في زوري بقاله فترة، بس انا مش حابب ان انا اتكلم عنه لحد لما ابتدى يعني الموضوع في الرسائل اللي هي الناس بتكلمنا علشان تيجي تتدرب عندنا. الموضوع بقى بوخ قوي يعني وزاد عن حده. كل حد بيجي يكلمني يقول لي يا باشمهندس انا شغال فاست، شغال بغير السوكت شحن، بغير شاشة، بغير بطارية، عايز اتعلم المعالجات. فبقول له يا حبيبي ما ينفعش تتعلم المعالجات كده، يعني السلم بيطلع خطوه خطوه، ما ينفعش ناخد كده ايه دورين ثلاثه في خطوه واحده. يعني لما بشوف الاعلانات بتاعه التدريبات اللي الناس بتنزلها، يعني بصراحه كلام غير منطقي، ومنهم ناس انا اعرفهم شخصيا ومنهم ناس اصدقاء ليا شخصيا. كلام غير منطقي يا جماعة، بدون ما اتكلم على حد بعينه. انا مش بتكلم ولا بهاجم حد بشخصه، انا بقول كل حد يعمل اللي هو عايزه وكل واحد مرتاح في حاجة يعملها، انا ماليش دعوة، انا خلاص بقيت بكبر دماغي. بس يعني ايه دورة مدتها 6 ايام تعالى اتعلم فيها كل حاجة، آلية عمل دوائر وتتبع أعطال وشورت وتسريب وتعامل مع ايسيهات عادية ومحمية ومعالجات وكمبيوتر ولابتوب وترابيزات بلياردو في 6 أيام. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه الكلام ده؟ وكورس 3 أيام تعالى اتعلم شغل المعالجات في 3 أيام. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش منطقي، الكلام ده غلط. مع احترامي لكل الناس اللي شغالة في المجال وكل الناس اللي بتقدم تدريبات، الكلام ده غلط، وانا بقول كده على مسؤوليتي الشخصية. الكلام ده غير صحيح، من اللي انا بشوفه غير صحيح. ما ينفعش حد يكون شغال فاست عمره ما جه لمس اي سي قبل كده ولا اتعامل معاه تقول له اعلمك معالجات في 3 ايام. في فرق ما بين ان انا اوريك، يعني انا اقدر ان انا اقعد اوريك المعالج بيتشال ازاي وبيتنضف ازاي وبينزل ازاي في ساعتين زمن، اقدر انا اعمل لك كده واوريك الكلام ده واشرح لك وانا بتكلم. بس هل ده اسمه تدريب؟ ده ما اسموش تدريب. التدريب انك انت بعد ما تشوفني تقعد تطبق وتغلط وتعيد وتطبق وتمارس وتغلط وتعيد وهكذا. لو احنا عملنا كده عمر الكورس ما هيكون 6 ايام ولا 3 ايام ولا الكلام ده كله. والنهارده اي كورس لازم يكون بيقدم نظري وعملي، يعني ما تجيش تقول لي انا هعلمك مهارة شيل المعالجات وانت مش عارف اصلا ليه انت رايح تشيل المعالج. ما هو ده هيطلع لنا فنيين عمالين بيخربوا في اجهزة الناس، ويكون الجهاز عيبه مقاومة، مكثف، ملف، اي سي تاني، وانت رحت على طول يلا انا بعرف اشيل معالجات، تروح جاي داخل على طول شايل المعالج. لازم تكون الاول بتعرف تستخدم مالتي ميتر، تعرف تستخدم اوسيلوسكوب، عشان تروح تقول الجهاز اللي معايا ده عيبه معالج. اي نعم في اجهزه اندرويد في اجهزه كتير بيبقى عيوبها معروف، ده معالج، ده ذاكره، ده محتاج شبلانه معالج، ده نقطه تحت الذاكره متشاله، عيوب محفوظه. بس مش هو ده الطريق الصحيح للتعلم. التعلم بيكون على مراحل، على خطوات. لازم تتقن تحديد الاعطال في الاول، تتقن قراءة المخططات، تتقن التعامل مع الايسيهات العادية الاول وتمارس فيها عشان تتمكن منها الاول. بعد كده تخش على الاصعب اللي هي الايسيهات المحمية وتتمارس فيها وتتمكن منها. بعد كده نروح على المعالجات، مش يلا نشيل معالجات، طير الرجول من تحت المعالج، طير الرجول من على المعالج. النهاردة في ناس بتشرح العناصر الالكترونية في البوردة في ساعتين. ازاي
ازاي انت بتشرح كل العناصر من مقاومة حرارية، مكثف، ملف، دايود زينر، فلتر، كويل، موسفت، مذبذب، ازاي بتشرح لي كل دول في ساعتين حضرتك؟ انا كل ما اشرح عنصر لازم الطلبة تقعد تطبق عليه، ومش على عنصر واحد ويلا خلاص كده شكرا على اللي بعده، لا، عنصر واثنين وثلاثة، ونفهم العنصر ده بيسبب ايه ومشاكله ايه وكذا وكذا. الكلام ده كله ده بياخد مني انا اسبوع. انا علشان اقدر اوصل الطالب لان هو يفهم ويمارس عملي ونظري لازم اديله وقته. انا مش حابب ان انا اخلي الكورس بتاعي مدته شهر، دي حاجة انا مش حاببها. لكن قبل كده لما كان الكورس بتاعي اسبوعين الطلبة بتقول لي احنا حاسين ان احنا مضغوطين ليه؟ في كمية معلومات كبيرة بنقلها لهم، يعني اسبوعين و6 ساعات، فهم حاسين ان هم مضغوطين. فعشان اقلل الضغط ده زودت المدة. لو انا حد قال لي انا عايز كورس مكثف، يستحيل اقول له اقل من اسبوعين. طب هتعلم فيه معالجات؟ لا. هتعلم فيه ايه؟ اي سيهات عادية مش محمية. طب ينفع اتعلم المحمية؟ اقول لك ممكن وبالزق، ومش هتعرف تتقنها. يعني انت هتتعلمها، هتشوف الطريقة وانت بعد كده لما تروح بقى مارس، انما مش هتتقنها. طب شبلانة بوردتين نفس الكلام، مش هتتقنها. ما هو النهارده اللي بيجي يتعلم شبلانة بوردتين ده مثلا انا بقول له 3 ايام. ليه 3 ايام؟ عشان يجرب مرة ويغلط ويعيد لحد لما يفهم ويتقن الموضوع. مش الموضوع انك تجرب مرة ويلا مع السلامة جرب الباقي في بيتكم. فلو سمحتوا يا جماعة، انا دي مدرستي ودي طريقتي اللي انا بتعامل بيها. لو سمحتم محدش يجي يكلمني في كورس يقول لي انا مبتدئ وعايز اتعلم شبلانة معالجات. لا، انا مش من المدرسة دي. وانا نفسي اروح اقعد في كورس من كورس اللي هو ال3 ايام ده او 6 ايام، احضره بنفسي، يمكن اتعلم منهم طريقة جديدة ازاي بيعلموا شبلانة المعالجات والتعامل مع المعالجات في خلال 3 ايام، وازاي كورس من الفاست لان هو يشيل معالجات في 6 ايام ولا في 7 ايام ولا في 10 ايام. ما بقصدش حد بعينه، انا عارف في ناس معينة هتاخد الكلام على نفسها. انت مش لوحدك، في كذا حد متبني الفكرة دي وشغال عليها، فانا ما اقصدكش انت بعينك. فاللي بيفكر ان هو عايز يتدرب او بيفكر ان هو ياخد تدريب في صيانة الموبايل، ارجوك اسأل الناس اللي اتخرجت من المكان اللي انت رايح فيه الكورس ده كان عامل ازاي، وشوف مستواهم بعد ما اتخرجوا بقى عامل ازاي قبل ما تروح اي مكان وتدفع فيه فلوس عشان تتدرب، عشان ما تبقاش جبت حمام وطيرته في الهواء والاسم انك واخد تدريبة صيانة موبايل وفرحان بالشهادة والصورة. وبتمنى التوفيق للجميع.